هلوز بلوز يا بنات، عاملين ايه؟ صباح الخير. انا لسه صاحيه ولبست وجهزت جايله النهارده تطعيم السنه ونص. ادعوا لي كلكم لان كلهم بيقولوا التطعيم ده صعب جدا، فعايزين كلنا يعني عايزاكم كلكم تدعوا لها. اليوم هيبقى بالنسبه لي صعب قوي عشان انا يعني عندي دروس وعندي شغل وكده، فادعوا لي ان هي ما تتعبنيش. بس انا لبست اهوت ورايحه وظبطت كل حاجه وخدتها معايا، بس هي نايمه دلوقتي. هصور لكم بقى وانا هناك، ادعوا لها كلكم و... ويا رب بس ما تتعبش قوي النهارده واليوم يعدي على خير ان شاء الله. يلا باي باي، اشوفكم هناك. انا رايحه الطعم النهارده. جايله جايله راحه الطعم. طعم وش غريب. خلاص وصلنا، هتقعدي تشكشكي دلوقتي. هتعيطي هتعيطي. داخلين اهو. هنا بقى يا جماعة كان صويت بقى وصريخ وبصراحة قلبي مكانش متحمل خالص. كنا بقى قاعدين كده منتظرين الدور بتاعنا وخلاص نادى على اسمنا اهو داخلين. بس خلاص هنا كانت يا عيني بتعيط، شايفين الدموع يا جماعة؟ بجد صعبان عليا جدا يعني والله العظيم التطعيم ده صعب قوي، لان هي خدت حقنة في كتفها وحقنة في ركها يعني في رجليها، وخدت تطعيم في بقها، فكان بالنسبة لها صعب أوي. بصوا يا جماعة بقها كانت طبعا تعبانة كده من كام يوم وكانت سخنة قوي، والحمد لله الحرارة نطرت عند بقها كده زي ما انتوا شايفين، ده كده كمان خفت كتير. فيعني كل ده كان ورا بعض، فهي تعبت جامد قوي وطبعا التطعيم كان المفروض ان هي تتطعم اصلا من اسبوعين، بس انا اجلت بسبب تعبها ده. هنا يا جماعة خلاص انا كنت مستنية الشهادة وتتختم لان سنة ونص خلاص اخر حاجة، فخلاص انا استلمت الشهادة وانا مروحة دلوقتي. ادعوا لها بقى دعوة حلوة كده وقولوا لها ألف سلامة يا جوجو. ما تنسوش الفولو يا جماعة واللايك، وعايزين نكبر قبل السنة الجديدة، عايزة أكون ألف. يا رب الفيديو عجبكم. باي باي.